أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك أيها الغريب السليب يا أبا عبد الله. روحي وأرواح العالمين لك الفداء. سادتي فاز والله من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إلى حصنكم. لعن الله الظالمين لكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا الله، الليلة نفتتح مجلسنا بذكر صاحب الزمان. الله يا حامي الشريعة. الله يا حامي الشريعة. كم ذا القعود ودينكم يوم هدمت قواعده الرفيعة. فاشحذ شباعض بالله الأرواح مذعنة مطيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. أترى يا تجي أو فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. حيث الحسين على الثرى خير العدا. صح من قلبك وحسينات وغريبات وذبيحات. الإمام السجاد عليه السلام يقول: وأنا في خيمة والد الحسين. عظيم عليك يا صاحب الزمان فضلا عن المؤمنين. يقول: سمعت ضلعا من أضلاع والدي. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. حيث الحسين خيل العدا طحن الظلوم. قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. هنا افتح قلبك يا الله. ورضيعه بدم الوريد مخضب. كسر قلب أبي عبد الله مخضب ينفضل برضيعه. اجت أم الرضيع. خلينا نحكي على كيفنا الليلة. نبدأ بالحديث. قالت: يا زين العبايات أين دفنت ولد الرضيع؟ قال: ربايا عندما أردت دفن أخي الرضيع سمعت صوتا من نحر والدي ينادي: بني علي
الصدر حسين نايم يا بعد عمري. ترى هاي ما اريد احكي لك الليله بقلب الله يحكي. هذا حرمله لما قال المختار لماذا زين العابدين يسال عنك؟ ماذا فعل المختار بحرمله؟ قال لاني سددت 3 سهام لم تخطئ ابدا. هذا الحكي ترى ما يعبرك بسهوله، اللي قلبه يابس خليه يسمع. ان شاء الله كلكم قلوبكم رقيقه للحسن. قال سددت 3 سهام لم تخطئ ابدا. والله هذا صعب اقوله يا صاحب الزمن والله، وحتى قلبه ما يطير يا صاحب الزمن. قال السهم الاول فقأت في عين العبايات. الله يرحم الشيخ كاظم سبتي يقول قلت فقئت عين العباس، يقول في نفس الليل رأيت فاطمة الزهراء. قالت يا شيخ لا تقول قد فقئت عين العباس، فهذه العين طالما كانت تحرس زينب. يا أيوة عباس أيوة. السهم الثاني صدر أبي عبد الله. السهم الثالث قال له رق شوية قلبي له الخبيث اللعين. ليش؟ قال له لأني ذبحت الرضيع من الوريد. قالوا لي على صدري حسين نايم يا بعد عمري، يما ابي كسره صدره تعال اخف على صدري. اريد احط خدي على خدك واذا تلقى نداوة ماي يا يما حقك. عندك قدرة تجاوب لي؟ شوية الصوت رتب جزاك الله خير. هذا الذي ما قاعد اسمع من نفس شوية بس. اريد جوابكم الليلة حتى نبدأ بالحديث. زينب مرت مع النساء مع الاطفال على اليمن على الشباب على القاسم على الرضيع على الاكبر. صح وياه جاوبني بصوت. قالت مروا على يا الله مروا على الأكبر فوق الثرى مطبر، صيحوا البني حيدر خلهم يشيلون. صيح خلهم يشيل. هذا الأكبر بعد. قالت مروا على جاسم فوق الثرى نايم، صيحوا البني هاشم خلهم يدفنون. صيح خلهم يدفنون. بعد ما عجبني الجواب هنا ان شاء الله تعجب الحسين بجوابك. هذا بذكر الحسين. قالت مروا على ابن امي الحسين. يا الله الحسين بدوي يا ناس. الناس تغسل بالماء الا الحسين غسلوه بدمه. ايوه حسينا يا الله. قالت مروا على يا ابن امي فوق الثرى صيحوا البني عمي خلهم يغسلون. خلهم للحسين يا الله خلهم يغسل. خلهم يغسل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام أبي الضيف الغريب السليم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. البارحة مررنا سريعا شباب ببعض مقتطفات قول الله عز وجل
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الليلة سوف تكون لنا ربما 4 كلمات مركزة مختصرة، نصائح الليلة، رسائل الليلة، رسائل مجلس أبي عبد الله. شوية للصلوات تشحن المكان بالرحمة والبركة، 3 بأرفع الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني ما هي مؤثر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نجاة الإنسان في 4 أركان. الركن الأول علاقته بالرحمن. الركن الثاني تواصله مع صاحب الزمان. الركن الثالث بكاؤك وحزنك ومعرفتك للإمام العطشان. الركن الرابع حبك وشغفك بالقرآن. 4 أركان نمر عليها سريعا في هذه الليلة. لو لم نخرج من هذه الدنيا إلا بهذه الأركان ال4 لكفى بنا نجاة وفوزا مع أهل البيت في الدنيا والآخرة. احنا نقدر صراحة كلكم تقدرون أصحاب إن شاء الله وعي واطلاع نسولف نظريات وحكي وكربلاء وإباء واستبسال وفداء. الليلة نريد نمشي بطريق أبي عبد الله من جهة مختلفة. ما الذي ميز كل نبي؟ ما الذي ميز كل رسول؟ ما الذي ميز كل إمام؟ ما الذي ميزهم؟ ميزهم علاقتهم مع الرحمن. شوية انتبهوا لي شباب. أريد أن أكون قوي، أكتشف ذلك من خلال علاقتك بالرحمن. فالرحمن يعطيك القوة لأنه قوي وأنا الضعيف. مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي. كلما كان المؤمن، كل واحد من عندنا جالسين شباب، كلما كانت علاقتك مع الرحمن قوية ازددت قوة. تبتعد عن الرحمن لا تزداد إلا ضياعا وضعفا واضطرابا. ولذلك حينما نرى مثلا كل الأنبياء، موسى عليه السلام يقف أمام فرعون مو ضعيف مو خائف لأنه مع الرحمن. إبراهيم عليه السلام واحد فرد وأمة أمامه قباله يجي يكسر الأصنام يجيب الفأس وغير مبالي. ليش؟ إن إبراهيم كان أمة. ليش؟ مع الرحمن. رسول الله صلى الله عليه وآله فرد قريش كلها قباله تعربد وتصيح ليل ونهار. بعض أصحاب النبي تدرون بدر وبأحد كانوا يقاتلون بالعصي وذولاك سيوف ورماح ونبال. ليش رسول الله قاوم؟ لأنه كان مع الرحمن. القرآن يقول إن معي ربي سيهدين. حينما تكون مع الرحمن تكون قوي، تكون مطمئن، تكون فاتح مؤثر. قل لا والله ما أحتاج، ما يعجبني، براحتك أنت الخسران. الله عز وجل حينما خاطبه الله موسى عليه السلام يا رب أنت بعيد فأناديك أم قريب فأناجيك؟ قال يا موسى أنا جليس من ذكرني. تحتاج إلى سند لا يخذلك، تحتاج إلى ذخر لا يتركك، تحتاج إلى كنز لا يعرفه الناس. علاقتك بالرحمن. وهذا فد معنى كبير شباب نكتشفه من خلال أنصار أبي عبد الله، نكتشفه من خلال الإمام نفسه عليه السلام، نكتشفه من خلال زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، فخر المخدرات. أبدي لك من السيدة زينب. شوف شنو علاقتهم بالرحمن. ليش إلى الآن إحنا نبكي ونسولف ونحكي اليوم؟ مع الرحمن. من كان مع الله كان الله. كل إحنا نحكي وحافظين ما كان لله ينمو.
شباب هذا شيء مهم. جاء زين العابدين عليه السلام في ليلة 11، وهي ليلة ليست كباقي الليالي. إخوان انتبهوا، ليلة الخيام محترقة، ليلة الأجساد مقطعة، ليلة الأيتام فررن في البيداء، ليلة الأعداء أمامهم. الله أكبر. جلست زينب تصلي صلاة الليل. عم زينب تصلين بالجلوس؟ قالت نعم يا ابن أخي، إن مصاب أبيك أهد قواه. نعم أصابها ذلك الحزن، ولكنها كانت ثابتة قوية مع الرحمن. انظر إلى واحد من أنصار أبي عبد الله، ما أعرف ذكرته بهذا المجلس وغير المجلس، بس هذا درس من دروس كربلاء من واقعة الطف. أبو ثمامة الصيداوي، هذا من الذين وقفوا بالصلاة بالصف. قال أبا عبد الله قد حان وقت الصلاة. قال له مرحبا بك أبو ثمامة، أحسنت، ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. مو حكاية، لا فعل سوى أبو ثمامة. ذكرت هذا المجلس البارحة، استقبل النبل بصدره ونحره ويده، محل الشاهد 13 نبل بنحره وصدره ويده، مو لطمية، لا نبال. مرات صراحة أنا شوي أخرج من الموضوع، احنا نقول دق على الصدر حيل بقواتك حيل، ايدك تلطمها مو مثل الخيل. حسين الخيل فوق صدرك للظهر لليل، احنا لطمية ونرتاح، ولكن الحسين خيول طحنت، كانت الحلة مقصودة مع صاحب الزوج. ونرجع إلى حديثنا. فصلى مع الإمام، ولكن مو أي صلاة، صلاة النبال، صلاة الرماح. سقط على الأرض. قال أبا عبد الله وفيتك؟ قال نعم وأنت أمامي إلى الجنة. حينما كان مع الإمام كان مع الرحمن، فازداد قوة ولم يبالي بنبل ولا برمح. تعال إلى أصحاب الحسين بأجمعهم الإمام الحسين. قالوا له يا بريد نقاتلك يوم تاسوعاء، مستعجلين عمر بن سعد. قال له لا نقاتل. لماذا يا أبا عبد الله؟ لماذا يا سيد الشهداء؟ قال نريد الصلاة لله في هذا الليل، نريد صلاة. هو أنت إمام، أنت نور. قال نعم أنا مع الرحمن أمشي قوي. لذلك الله عز وجل يقول حينما يناجي عباده يا داود تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن أسلمت لما أريد كفيتك ما تريد. تريد رب العالمين وياك، امشي مع الرحمن، لا تفارق الرحمن. ولدينا أدعية جميلة اسمع البطل. من تفرق، خلينا نختتم، هذا معنى من معاني دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام. من تفرق عن الله ابتعد عنه وفر منه، ولكن من اجتمع بك على الله ارجع إليه. قال الإمام العسكري عليه السلام نحن كهف لمن التجأ إلينا، نور لمن استبصر بنا. هذول أهل البيت عليه السلام. فالعلاقة مع الرحمن شباب نحتاجها كثيرا، لأنها تنعكس على حياتك ثباتا، وهو كنز بين يديك. جاوبوني دعاء الجوشن: يا كنز من لا كنز له، يا عون من لا عون له. ترى الناس تعوفك، الناس تتركك شباب. صديقك كل يوم وياك يحبك ويجاملك ويمدحك ويثنى عليك ويمشي وياك ويدافع عنك، بس تجي لحظة يتركك. عشيرة، قبيلة، أي معنى من المعاني وياك، لابد تجي لحظة يضعف، ولكن الله لا يضعف. يخذل الإنسان أخاه الإنسان، ولكن الله لا يخذل. نقطة مهمة. لذلك الله عز وجل شوف شلون يحببنا إلى نفسه. ما أعرف شوية قلت للأخوة كل ساعة حتى ما أروح زايد بالوقت. الله عز وجل شوف شلون يجذبنا إخواني إلى رحمته. شوية انتبهوا لهذه الرواية مهمة ولطيفة وتشدنا إلى الأمل والعلاقة بالرحمن. إبليس خاطب الله عز وجل قال له يا رب لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم شنو؟ متعشين انتم لا إلا عبادك منهم المخلصين. ذول ما أقدر، بس ذولي عبادك أوليهم يمين وشمال. إيش قال له الله عز وجل؟ انتبهوا لهذا الحديث، هذا حديث قدسي. قال يا إبليس
لو جاءني العبد بملء الأرض ذنوبا. ايش قد تصير ذنوبك ومعاصيك؟ لو جاءني العبد بملء الأرض ذنوبا جئته بملء الأرض مغفرة ورحمة. هذا الذي علينا أن نلوذ به ونلجأ إليه، وهو الرحمن، عاملنا بالرحمة. اجت مجموعة من بني إسرائيل لموسى، هاي تفيدنا الحكايات حتى أختم هاي النقطة الأولى. قالوا له يا موسى احنا بنو إسرائيل، احنا مفضلين، شعب الله المختار، نحن نصلي لربك، ربك أو يصلي لنا؟ الله يصلي؟ قال لهم ويلكم، هذا إله لا يحتاج إلى صلاة. فنزل جبرائيل على موسى من الله عز وجل: يا موسى بلغ عبادي أني أصلي لهم كما يصلون لي. شلون رب العالمين يصلي؟ لا يحتاج صلاة. يا موسى بلغ عبادي أني أصلي لهم كما يصلون لي. احنا نحكي بالركن الأول الرحمن. قال يا رب وكيف تصلي؟ قال صلاتي على العبد بأن سبقت رحمتي غضب. لذلك مو صحيح اخواني شباب رب العالمين يوميا منزل لنا عافيه ومال وقوه وشباب ورزق وولايه وايمان واهل البيت وسيد الشهداء وعلي بن ابي طالب وصاحب الزمان، هاي كلها نعم كبيره يعجز الانسان عن احصائها وفضلها وشكرها، وتجي انت كما قال زين العابدين: الهي خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاحب. شويه حقيقه كل الانسان لما يرى فضل الله، ولايه الله، رعايه الله، عنايه الله به، شويه يحسن من هذا. لذلك هذا ركن مهم، علاقتك مع الرحمن. الركن الثاني تواصلك مع صاحب الزمان. هذا الركن الثاني. متى يكتشف كل واحد منا شباب، شلون أعرف أني ما زلت أمشي على الطريق الصحيح؟ تعبيرنا السكة ماشية بشكل صحيح. شلون أدري؟ شلون أعرف؟ من خلال تواصلك مع صاحب الزمان. هذا الركن الثاني. تقول أنا أريد أمشي الطريق بس مو بالضرورة مع صاحب الزمان، أقول لك ضيعت الطريق. السائر من غير هدى لا تزيده كثرة المشي إلا وحده. ليش شباب؟ ليش نرجع الدعاء الندبة؟ كل احنا حافظين هاي العبارة: أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ الإمام صاحب الزمان. إذا أنت وأنا غافل عنه هو ما غافل عنه. إحنا تمشي أيام ربما شهر، أي والله عندنا إمام اسمه أبو صالح، معناه إحنا شنو؟ بعيدين ضايعين. لا، لازم أنت صباحا ومساء كما هو يعيش مع جده الحسين: لأندبنك صباحا ومساء. أنت أيضا وأنا علينا أن نندبه صباحا ومساء. أما والله بالخواطر أنت ما يعجبني، لا، دير بالك ترى أنت تضيع هواي، لأن هذا الإمام الذي اختاره الله. رجل عابد في زمن عيسى عليه السلام، قاضيها عبادة، عرفان، تهجد، برامج، فناجى ناجى عيسى رب العالمين: ما أجمل عبادة هذا العبد. شنو هذا؟ قال له يا عيسى لا يغرنك عبادته. ايش يا رب؟ هذا قاضيها سجود وركوع وعبادة، شبيه؟ قال له يا عيسى جاءني من غير الباب الذي أمرته به. هذا ما يرضى يجي منين؟ من خلالك. يريد بواحد يتعبد. لا، الكون على حب صاحب الزمان. ارفعوا أصواتكم بالصلوات. تقدموا شباب، يلا شباب حتى نفسح المجالس للأخير. جزاكم الله خير. بعد أكثر إن شاء الله الزهراء تنظر إلينا في هذه الليلة يا الله. الثانية بأعلى منها. يا الله، اللهم عجل وليك الفرج
من قلوبنا شباب. اللهم ارزقنا في هذا الوقت نظرة الإمام، دعاء الإمام بأرفع أصواتكم. الثالثة: الكون والعلاقة مع إمام الزمان. ويبالي كلمات عن الصالحين، عن العلماء. لدينا عالم من العلماء الأجلاء وهو شهاب الدين المرعشي، مدفون بجوار السيد المعصوم عليه السلام. هذا عنده كتب كثيرة جدا، وكان معروف بعلاقته بصاحب الزمان. عنده كرامات، رأى السيد المعصوم، رأى الإمام صاحب الزمان، وعنده علم كبير. فكتبت إلى الآن بجوار السيد المعصوم. قالوا له: أنت شو ما شاء الله علم، عندك علم، معنويات، كرامات عندك. فعندما سألوه: أنى لك ذلك؟ قال: كيف لا أكون كذلك؟ وهذا نقل عن السيد بحر العلوم أيضا. قال: كيف لا أكون كذلك وقد ضمن الإمام صاحب الزمان إلى صدره؟ متى يحصل الإنسان على مثل هذه النعمة، على مثل هذا المعين؟ ونحن ندعو في كل يوم وفي كل صباح: اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليك. خل أذكر لك اختبار سريع الآن راح نمر به. شوف، مرات أنت تدخل للإمام الحسين أو يذكر عندك صاحب الزمان، سمعوها هاي بقلوبكم، ويجي مسؤول، لو يفوت فد واحد مسؤول، شوف الناس شو يسوي؟ تركب، مو واقف يم الإمام الحسين، مو تقول له: أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي. شو عرفته ورحت تركض ورا له. العابد والعارف بقدر الإمام لا يلتفت إلى غيره. هذا أيضا في شواهد عن بعض العباد، عن بعض العارفين بأهل البيت. لذلك حينما يذكر عندك صاحب الزمان، تكون روحك تطلع من هذا المكان، قلبك يتعلق بالإمام. هذا يعبر عن مدى الكون والعلاقة مع إمام. منو؟ صوت منو؟ إمام الزمان. لذلك هو يقول، هذا شوية مخجل الحقيقة، لما أنا أسمعها أحكي عن نفسي مخجلة. هو يقول: أنا أرعاك أكثر مما ترعاني، أدعو لك أكثر مما تدعو لي، أغدق عليك، أتحنن عليك، أحبك، أتابعك، أشاهدك أكثر ما أنت تتعامل بك. شلون؟ اسمع قول الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه: ولولا مراعاتنا إياكم، يقول ترى احنا نرعاكم، لولا مراعاتنا إياكم لاصطلمكم الأعداء ولأخذتكم اللأواء. كانتم ضايعين من زمان. شنو اللي جابنا ولدنا بهذا المكان، بهذا الموقف؟ عناية الإمام صاحب الزمان، رعايته. هذول الصبية والشباب كل احنا كأخوان، من الذي جمعنا؟ صح على حب الحسين عليه السلام، بس لا يمر ذلك الخير إلا من خلال منه؟ تأييد إمام الزمان. لذلك علينا شباب، كلمة سريعة، وصايا سريعة، علينا أن نزوره في كل يوم، علينا أن ندعو له في كل يوم، علينا أن نذكر الناس به كل يوم. أينما تذهب عليك أن تقول: يا صاحب الزمان، يا إمام الزمان، أين الآن؟ في أي مكان؟ ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى. هذا نجوى مع الإمام علمنا عليها أهل البيت: ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى. يا مكان، يا غار، يا جبل، يا أرض، يا صحراء، يا مرقد، يا مجلس، ما تدري. ذلك علينا أن نمد الحبال ونفتح النوافذ مع إمام الزمان. الزيارة، بالصدقة، بالتوسل، بالندبة، إلى آخره. الأمر الثالث: معرفتنا، تواصلنا مع إمامنا العطشان، مع سيد الشهداء. ايش قد الآن اكو مجالس بالعالم، ايش قد اكو بكاء، زيارة، مشي، لطم. اسمع الرواية شو تقول عن أهل البيت: وإن الحسين عليه السلام لهو في السماء أعظم منه في الأرض.
يقول ترى انتم ما تعرفون شنو ابو عبد الله حقيقه، هذا في السماء اعظم وين منه في الارض، احنا شفنا هذا ولم نكتشف شيئا، فما بال العبد لو فتح قلبه ونقى بسريرته وعرف شيئا من نور امامه ابي عبد الله العطشان الغريب. اقرأ كلمات الإمام الحسين، شوف مواقف الإمام الحسين، صلابة أبي عبد الله الحسين: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، مثلي لا يبايع مثله، من لحق بنا استشهد، كلها عنفوان، إباء، شجاعة، استبسال. هذا جزء من أبي عبد الله. قال: من كان موطنا نفسه على لقاء الله باذلا فينا مهجته. لما تنطي وتبذل كل وين في الحسين لله، مو يمين وشمال. هؤلاء أنصار الحسين عندما عرفوا من هذا الإمام تراهم كانوا يقولون: لئن أقتل ثم أحرق ثم أنشر وأذر ويفعل بذلك 70 أكثر مرة ما تركتك يا أبا. كلنا حقيقة ندعو أنفسنا الآن، حكاية صدق أقولها شباب ما بيها مجاملة، كم نعرف من إمامنا العطشان، ما زلنا نحتاج إلى ما هو أكثر في معرفة هذا اليوم. مو نقف مرات، خل أوضح لك شنو أقصد. مرة الطبل الضريح شو تباوع على الثريا، على المنبر، على القبة، على الشكل الجميل، لا باوع على المضمون. عليك أن تدخل في عمق الموضوع مع الإمام. شنو عمق الموضوع للإمام عليه السلام؟ اسمع في دعاء عرفه شو يقول: خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. أنصار الحسين عندما عرفوا من هذا الإمام العطشان تراهم قد ضحوا من أجل أبي عبد الله. من خير الأمثلة في كربلاء التي دائما نرددها في معرفة أبي عبد الله الحسين قول قمر العشيرة أبو الفضل العباس عليه السلام. هنا المفروض أنا ما أحكي، أنت تحكي، كلنا احنا حاضرين. قطعوا اليمين، ايش قال؟ والله إن قطعت يميني، شنو؟ إني أحامي أبدا عن ديني، دينك عزيز. وبعد وعن الإمام الصالح، هذا يرتبط بصاحب الزمان اليوم، وأيضا عن الدين: ليكن ديننا إسلامنا ولايتنا لأهل البيت عزيزة علينا. ترى اليوم الحرب الموجودة على الشباب، وكيف يسحب هؤلاء الشباب من دين أمير المؤمنين. كل العالم اليوم عينه على قاعدة وأشياع أمير المؤمنين. لذلك أنت كل ما تتمسك وتتعرف وتحب هذا الدين فأنت تمشي مع قمر العشيرة. وعن إمام صادق قطعوا الشمال، قال: قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا ربي. هذا معنى مهم. رغم الجراح، واحد تشوفه مقطع دم ألم، مفروض شوي يضعف، لا، ازداد إصرار على دينه. قد قطعوا ببغيهم يساري، ولا بغاة، فأصلهم براءة. ذيك ولاء، هاي براءة. إمام صادق، وهاي شنو براءة. هذا مثال إن علينا أن نزداد تمسكا وفي نفس الوقت تبرؤا من أعداء أهل البيت عليه السلام. وقالوا أنصار ذولي اللعناء أمام أنصار الحسين، قال لهم الإمام: ويلكم، على ما تقاتلون؟ على شريعة بدلتها؟ قالوا لا. على دم سفكته؟ قالوا لا. قال: على ما تقاتلون؟ يلا أصحاب المجالس، هذا امتحان صغير وكوز، على ما تقاتلون؟ على ما تقاتلون؟ ايش جاوبوا؟ أحسنت، يعني أنت حافظ تعبيرنا عندك الطريق الصحيح، ما زلت على الصراط. قالوا: نقاتلك بغضا لأبيك. وما زالت هذه الصرخة والحرب نفس المستوى. ما أطيل، النقطة الرابعة نختصر بها الحديث. إيش قال الإمام الحسين ليلة عاشوراء؟ قال: نريد الصلاة لله وتلاوة كتابه. هسه مرات صراحة بعض الحكايات ما بيها شوية تعبيرهم شو، ما بيها طشة، صح؟ بعض الحكايات ما تحبها، ما بيها شوية مشاهدات، بس خلي شوية الليلة نطلع من هذا الجو، نروح المن، نروح
لفاطمة عليه السلام، نروح لعلي بن أبي طالب، نروح لسيد الشهداء، نشوف احنا ذولي ايش يحجون والناس ايش يحجون. انتبهوا له. ايش قالت فاطمة الزهراء قبل شهادتها؟ يا أسماء، يا أسماء سوف أتلو القرآن. بالكم ويا شباب؟ سوف أتلو قرآن، إذا انقطع صوتي فاعلمي أني قد فارقت. آخر لحظة ويا من كانت مع القرآن. زين شنو وصيتها؟ يا علي إذا أنا مت خاف أروح من الحياة شهيدة مظلومة، فتعهد قبري بتلاوة القرآن. هذا الزهراء عليه السلام. قال زين العابدين السجاد عليه السلام، قلنا هذا الركن الرابع مهم، قال لو مات من في الأرض أجمعين وكان معي كتاب الله ما استوحشت أبدا. خلي الناس تزاعلني وتتركني وتحاربني، إذا أنا ويا كتاب الله شنو؟ ما استوحش. هذا يبين لنا احنا ايش قد مهتمين لو ما مهتمين. الإمام الحسين ليلة عاشوراء يتلو القرآن. زين خلي سبحان الله الإمام الحسين، رأس الحسين على رمح طويل، كان يسوي؟ يتلو آيات لأصحاب الكهف والرقيم من سورة الكهف وهو رأس على رمح طويل. إذن هذه رسائل أتصور واضحة صارت إخوان، رسائل مهمة، 4 أركان نحتاجها في حياتنا. أنا أحكي لك اللي يفيدك، ما لك علاقة تسمع يمين وشمال. الرحمن وصاحب الزمان والإمام العطشان والقرآن. إيش قد تتمسك بذني ما تضيع أبدا، إيش قد تضعف ويا ذني أنت تضيع. هذا مهم وينعكس على سلوكنا وعلى حياتنا. اللهم اجعلنا مع الحسين نحيا ونموت، اللهم اجعلنا مع إمام الزمان ممن يدخل السرور على قلب صاحب الزمان. هسه ترى هذا جلستك هي سرور للإمام، يقول الله ذول أبنائي أحبابي، ذول شيعتي، ذول جيشي، ذول أنصاري، ذول المنتظرين، أنا أحبهم قاعدين يعظمون شأن جدي أبي عبد الله. هم لما ترجع للبيت حاول شوية، خلينا نكسر الروتين، افتح القرآن، باوع، حتى إذا ما تقرأ بس باوع، بعد العين عن الحرام، نظر بالقرآن. الإمام يقول هذا يقرأ كتاب الله اللي أنا راح أظهر وأترجم للناس، وهكذا الرحمن وهكذا مع القرآن. الليلة نريد أن نمر سريعا بزينب عليه السلام. ايش تحكي؟ مصيبة كبيرة الحقيقة زينب، وما أدراك من زينب. طلعت من المدينة حميد بن مسلم يقول رأيت الحسين مهتما مسرعا. ما أقرأ لك الرواية بس بعض الأبيات. رأيت أبا الفضل العباس مضطربا مسرعا، قلت ما الذي يجري؟ حميد بن مسلم يباوع بالمدينة يقول وإذا امرأة، الله، امرأة، العباس عن يمينها، الحسين أمامها، علي الأكبر معها، امرأة مجلببة بالسواد، سواد لها طول القامة، هيبة، نور. قلت من هذا؟ فاطمة الزهراء. شنو هل عادت؟ هو يقول هل عادت فاطمة الزهراء إلى الدنيا؟ قالوا هذه فخر المخدرات، هذه عقيلة الطالبيين، هذه زينب الكبرى. يوم عاشوراء عمر بن سعد يقول لهم هذه زينب المسبية. قالت طلعنا من ايد عباس وقعدني، اسحقت متنه وعلى الناقه وضعني. صحتنا وضعني، اسحقت متنه وعلى الناقه وضعني، سوى وانشر رايته علي وقبعني. خدر عفاف ستر ما حد يشوفه ممنوع. وانشر رايته علي وقبعني. اسمع انا ضعني طلع وش محلاته، ضعني انا لحد شافني ولحد، انا جيت الكربله ودهر فجان. الشيخ كاشف الغطاء يقول في ليله من الليالي، سمعوا هاي خاف ما مر عليكم، يقول كتبت ابيات سبي زينب عليه السلام، شلون اخذوها من بلد الى بلد، روعوها بالسياط، شتموها.
يقول عندما نمت استيقظت صباحا وجدت بيتا في الأخير لم أكتب نسبه لصاحب الزمان. ايش مكتوب؟ سمعوا بقلوبكم، كلكم أصحاب قلب شباب. قال عن زينب بالبيت نهاية القصيدة: وهي بأستار من الأنوار تحجبها عن أعين النظار. هذا زينب ترى مو كل واحد يقدر يوصلها. وهي بأستار من الأنوار تحجبها عن أعين نظار. هذه زينب هنا صاحوا ويقولون زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها ولبكت بالصوت. اضربوها سبوا الزكية. لا والله فاطمة اسمها عظيم، صاير حكاية صعبة نقولها ترى. سبوا الزكية وشتموا. بعد يا أبيات تربينا عليها. طلعت الولينة ودوريت مذبوح بالحوم لقيت. أنا قعدت يمه وعاتبيت أخويا المثلك شلون يعوم. مشى ضعن الإمام عليه السلام، ضعن أبي عبد الله. تقول زينب ليلة 11 عندما جن الليل. اسمع شباب، زينب ليلة 11 عمت عين عليها. ليش؟ مغشية طاحت من لقت جثة ولي. لأنها تسمع صوت ويطرت الفجر حضروا لوق الهزل لأجل اليسر. لأنها تسمع صوت ويطرت الفجر حضروا الهزل لأجل اليسر وخلوا العين على وياها تمر. العيلة وين تمشي؟ كل واحدة تباوع، واحدة تباوع عن القاسم، واحدة تباوع عن الأكبر، واحدة تباوع عن الرضيع، إلا زينب عينها على أبي عبد. شباب دقق راسك، خاطر الحسين، لا تباوع عليه، لين نريد نحصل دم على الحسين. الزهراء إن شاء الله تحضر هذه المجالس. الإمام الصادق عندما يذكر الحسين روح بروحك الآن، بروحك اطلع من هذا المكان. وين؟ وانظر بكربلاء الصاد. يقول عندما ذكر الحسين رأيت الصادق قد وقف. قلت يا ابن رسول الله لماذا؟ قال رأيت جدتي فاطمة قد دخلت معنا. لأنها تسمع صوت ويطرت الفجر حضروا نوق الهزل لأجل اليسر. أقرأ لك هاي الأبيات يا الله. حد الحياة يا دومشت نوق اليسار يا وزينب نادته بعبرة تجارة. يا حيا يا دلزيل مرنا على المعارة يا نريد نودعهن بدمع من دم يا أخويا. شلون مروا؟ مرحاد الزيل عالجثث بها وقاما كل من تودع وليها. كل واحدة تودع واحد، كل من تودع وليها. اسمع، رملة على الوجه تلطم بديها وليلة تصيح يا وليدي الأكبر يا مشى زينب إلى الشام صيح آية الشام آية الشام. أبيات معروف الأخت لو عيدها خوان تعيش مدللة وما يوم تنهار. منو يصدق زينب
قلبك ترى، ما عليك بالمكان، ما عليك بالضجيج، روح اسمع. منو يصدق